كان شايل صورة للعذراء في جيبه، والقديسة تريزا عملت معجزة معاه، ده غير مواقف تانية كتير ليه مع المسيحيين. كلامنا هنا عن العندليب عبد الحليم حافظ، واللي رغم مرور سنين كتير على وفاته بس رجع من تاني الكلام عن حياته الخاصة. بس المرة دي الكلام غريب فعلا، لأن اتقال عليه إشاعة صعب حد يصدقها، وهي إنه كان بيفكر يعتنق الدين المسيحي. ده كمان اللي طلع الإشاعة جاب حكايات وصور ووقائع. تعالوا نقول لكم الحكاية بكل تفاصيلها الحقيقية. بداية ظهور الكلام الغريب ده كان في نفس وقت خروج محمد شبانة ابن أخوه، واللي قال إن العندليب تحمل تكلفة سور كنيسة سانت تريز بشبرا سنة 1957، وده بعد ما وفد من الكنيسة زاروه فترة مرضه واتكلموا معاه عن احتياج الكنيسة للسور. وأول حاجة عملها عبد الحليم إنه بنى السور فعلا. ده ما اكتفاش بكده، وقدم لوحة تذكارية مكتوب عليها إلى روح القديسة الطاهرة تريزا مع شكر العميق. ورغم إن دي الرواية اللي حكاها محمد شبانة عن علاقة عمه بالكنيسة دي تحديدا، لكن كترت الإشاعات بأن السبب اللي كتبه عبد الحليم هو إن القديسة تريزا عملت معاه معجزة وشافته وقتها من مرضه. اللي خلى الإشاعات دي تنتشر أكتر تصريحات جمعية متخصصة في تخليد ذكراه، واللي أكدت إنهم لقوا دبوس في ملابسه عليه صورة العذراء مريم. وللأسف البعض استغل معلومة كمان عشان يقول إن عبد الحليم حافظ كان بيفكر يعتنق المسيحية، والمعلومة دي إنه ما كانش بيعرف يصوم في شهر رمضان، ولكن الحقيقة إن عدم صيامه كانت بسبب مرضه وتعليمات الدكاترة بأن الصيام خطر جدا على صحته. بصراحة عيلة عبد الحليم حاولت الفترة الأخيرة الرد بأكتر من طريقة على كل اللي اتقال بأدلة وصور تكشف عن عشقه للقرآن لحد آخر يوم في حياته. كمان محبيه نشروا صور ليه بتأكد إن القرآن كان معاه طول الوقت وفي كل مكان، في المسرح والبيت والعربية وكمان في مكتبه. واعتقد كده مفيش اكتر من الصور كدليل للرد على الكلام ده. وبصراحة دي اغرب اشاعة طلعت على العندليب. خلينا نقول كمان ان حياة العندليب هتفضل لغز كبير، وهتفضل الاشاعات وراه مهما مرت السنين.